فاكرين ألعاب زمان الجزء الأول؟ الجيمنج. جه الوقت انك تفتكر او تعرف العاب زمان وثقافة العاب زمان كانوا عاملين ازاي. عالم تاني تماما غير اللي انت فيه ده، آلة زمن بقى، مكوك فضاء، اعمل حسابك انك رايح حتة تانية خالص. ألعاب زمان تعتبر واحدة من أكبر عوامل تشكيل ذكريات 3 أجيال بحالهم. صوت واحد من لعبة واحدة قادر يرجعك 20 سنة ورا وفي لمح البصر. كمية أجهزة، كمية شرايط، كمية نسخ محدودة، وكمية اختراعات، كلهم طلعوا واختفوا، بس مفيش واحدة فيهم ما أثرتش تأثير يشبه النقش على الحجر في ذاكرة الملايين. بالتأكيد في السلسلة دي هنخش على الألعاب ونغوص في ذكرياتها وكمان بأدق التفاصيل، ولكن عشان نحس بعظمة اللي كنا بنلعبه ونستمتع بالذكريات أقصى استمتاع، عايزك تثق فيا، تحضر الفشار والشيبسي وترجع راسك لورا وتيجي معايا في أكتر رحلة ممتعة هتعيشها، رحلة ألعاب زمان. الألعاب محتاجة حاجة عشان تتلعب، حاجات من غيرها اللعبة هتبقى مجرد فكرة: الأجهزة. في مصر أي لعبة من سنة 80 لحد كام سنة بعد 2000 مثلا كان بيتقال عليها أتاري. ده الأتاري. كلمة أتاري دي بقت جزء من اللهجة المصرية وكانت بتشير لأي لعبة إلكترونية من أي نوع. ألعاب أتاري. من جيل الأتاري سوبر ماريو مداب. الكلمة ما زالت جزء من اللهجة ولكن بشكل بعيد عن موضوع الفيديو تماما. بالمارس أي رياضة هنا بنجم الأتاري. الأتاري الأصلي اللي انت شايفه ده اتعمل فعليا سنة 77. التأثير اللي عمله اسم الشركة واسم الجهاز يوحي لك إن كل المصريين لعبوا بيه أو إنه دخل كل بيت. المفاجأة إنه برغم تأثير اسمه بالشكل ده، الجهاز نفسه قعد في مصر قليل جدا جدا وما كانش بينزل غير مع اللي جاي من الخليج، ولو حد كان بيبيعه كان هيبقى بسعر فضائي. ولكن لما تعرف حجم البصمة اللي سابتها الشركة دي والجهاز ده هتفهم ليه قعدنا 20 سنة بنقول ألعاب يعني أتاري. الأتاري نفسه استوحى فكرته من جهاز جه قبله ب5 سنين بالظبط، جهاز انت عمرك ما سمعت عنه بس دلوقتي لازم تشوفه بعينيك عشان تستوعب ايه اللي خلى الأتاري جهاز غير الترفيه في العالم. البداية الفعلية للجيل الأول للكونسول، الأوديسي. This is Odyssey, the new electronic game simulator. جهاز خارج نطاق ذكرياتنا جميعا، ولكن لكل حكاية بداية، وده حكايتنا ما تنفعش من غير ما نعدي عليه. الجهاز ده بيتوصل بالتلفزيون، بس مش التوصيل اللي انت عارفه بمقاييس ايامنا ووصلة الHD. هيبقى جهاز تركيبه معقد جدا. An ordinary screwdriver is the only tool needed to attach this Odyssey antenna game switch to the antenna terminals on the back of the television set. كان بيجي ب5 شرايط و5 بوسترات. الجدير بالذكر ان الالعاب كلها كانت جوه الجهاز، والشرايط دي مش شرايط زي اللي احنا عارفينها، ما كانش جواها لعبه مستقله، كانت مجرد دوائر الكترونيه بتغير الكود اللي جوه الجهاز نفسه. يعني الشريط مش لعبه، الشريط مفتاح للعبه اللي جوه الجهاز نفسه. المعلومه دي هتبقى مهمه جدا في حكايتنا قدام. The game cards activate lights on your television screen that bounce, float or extinguish on contact. فليكن عايز تلعب تنس، هتحط الشريط رقم 3 بتاع التنس وتعلق بوستر التنس على التلفزيون. The horizontal knob on the left side of each player control unit allows you to move your player light in a left to right. كل مرة بقى الكرة هتخرج فيها بره هتدوس على الزرار ده عشان ترجعها تاني. نسيت اقولك انه كان مش بيطلع صوت ولا بيحفظ السكور بتاعك، يعني هتفضل تخبط النور في البوستر وتدوس الزرار، تخبط النور في البوستر وتدوس الزرار بدون اي هدف لحد ما صباعك يتعب وتقوم تشوف عاملين ايه على الغدا. عايزك بقى بعد ما تشوف الأوديسي تحمد ربنا وما تقعدش بقى كل شوية تشتكي من اللاج والباقة ومعرفش ايه وكلام النهارده ده. افتكر انك مش معلق بوستر على التلفزيون، بس كان في خاصية إضافية، حاجة هتصحي جواك ذكرى معينة كده. لو انت من جيل الطيبين بجد هتعرفها أول ما تشوفها. أول مسدس فيديو جيم. هنجيلها ما تقلقش. على قد ما الجهاز كان اقل من البدائي، غالي وكمان معقد، الناس اشتريته وعبرت عن سعاده كبيره بيه. ده يفهمك احنا كنا فين في عصر الالعاب. واستمر 3 سنين وباع 350 الف نسخه حوالين العالم، وده رقم كبير جدا على جهاز بالمواصفات دي في 1975. قصة الأوديسي مهمة جدا لأنها هتلهم أول ذكرياتنا الملموسة مع ألعاب زمان، الأتاري اللي بحق وحقيقي. علاقة الأتاري بالأوديسي علاقة مباشرة.
في 72 وفي سنة نزول الأوديسي أتاري تعمل لعبة اسمها بونج، واللعبة هتبقى قريبة جدا من لعبة البينج بونج البدائية بتاعة الزرار اللي في الأوديسي. اللعبة اللي احنا قاعدين نتريق عليها دي هي أول لعبة فيديو جيم جماهيرية في التاريخ. اللعبة دي اتعمل منها مليون نسخة من مليون شركة من السبعينات لحد النهاردة، بس ما ننساش مين ابتداها، وده خلى شركة ماجنافوكس صاحبة جهاز الأوديسي تقاضي أتاري عشان اللي انت شايفه قدامك ده في 72 كان اختراع الشركات بتتخانق على مين صاحب فكرته الجهنمية. ولكن نحت أتاري من ماجنافوكس مش هيقف عند بونج، بل هيؤدي لأهم اختراع في تاريخ الفيديو جيمز وبداية الجيل الثاني من الكونسول، الأتاري 2600. It's the 2600 from Atari. أتاري 2600 كان أول جهاز فيديو جيم بمعناه المعروف يخش البيوت، مفيش بوستر مفيش زرار. الأوديسي كان جهاز بيعتمد على خيالك، إنما الأتاري كان جهاز بيحقق لك الخيال ده على الشاشة. لعب الأتاري فيها ألوان وليها صوت وبتوريك السكور، وكمان بقى خد الكبيرة بتعتمد على الجرافيكس مش على صور أو بوسترات. قمة التطور. الأهم من كل ده جهاز أتاري 2600 كان أول جهاز يتحط له شرايط ألعاب منفصلة وما تبقاش الألعاب فقط على الجهاز نفسه. No other company offers you as many different video game cartridges as Atari. فاكرين حوار الشرايط ده؟ المرة دي الشرايط هيبقى عليها ألعاب فعلا، مش مجرد مفاتيح وتغيير إعدادات زي الأوديسي. وده عمل أهم تغيير في تاريخ الفيديو جيمز، إن الألعاب نفسها يبقى لها سوق منفصل عن الأجهزة، وإن المستخدم يقدر يشتري الألعاب اللي هو عايزها بشكل منفرد. Everybody enjoys Atari because Atari has so many different games to enjoy. الأفكار اللي أنت واخدها كأنها بديهيات دي كانت انقلاب في الصناعة في بدايتها، فبسبب أتاري بقى عندنا سوق ألعاب مستقل بذاته. طبعا لازم أفكرك إن حتى الألعاب كانت مختلفة تماما عن اللي انت عارفه دلوقتي. ما كانتش سيميوليشن او العاب مجسمة فيها اشكال واضحة وشخصيات ثلاثية الابعاد ولا حتى ثنائية الابعاد بالشكل اللي انت اتعودت عليه. اللعبة كلها كانت عبارة عن كونسبت، فكرة. فالفكرة هنا ان في مركبة فضاء، وهنتفق كلنا على شوية بديهيات ان الخلفية دي يعني الفضاء، الشكل ده مركبة والشكل ده كوكب والنقطة دي هجمة. فده كان شيء ابستراكت أو تجريدي، ولكنها كانت أول لعبة فيديو جيم بجرافيكس تخش البيت. فالمتعة حتى باللي أنت شايفه ده كانت عالية جدا. Don't miss Pitfall, the smash hit that everybody wants. Get it before they're all gone. الدراع أو الجويستيك بتاعه كان واحد من أفضل مميزاته وقتها، فهو عبارة عن عصاية واحدة بتتحرك في كل الاتجاهات وزرار أكشن واحد. ده يخلي الجهاز جاي بأسهل لوحة تحكم على الإطلاق، ومش بس سهلة بل ممتعة جدا، بالأخص لنوع الألعاب اللي كانت بتتلعب على الأتاري. اللعب كانت أهم عنصر فيها هو الاتجاهات والهجوم، حرفيا الحاجات الوحيدة اللي في الدراع أصلا. مفيش كومبو ولا شقلبة ولا الكلام ده كله، فوق تحت يمين شمال وما بينهم، واضرب على الهدف بزرار واحد. ده غير ان الدراع كان يشبه جدا لوحة تحكم الاركيد. صحيح، الاركيد. Millions of people are addicted to hours of gazing at electronic images on game screens and arcades. انا عمال اقول اللعبة المنزلية فيديو جيم في البيت، امال لو مش في البيت كان فين يا عم؟ وهنا يجي الاركيد. عارفين الجهاز الضخم اللي في صالات الالعاب اللي بتحط له كوينز عشان تلعب عليه ده؟ هو ده الاركيد. ده كان وسيله الفيديو جيمز الاولى والاهم على الاطلاق. الاركيد كانت مش بس تجربه افضل في الجرافيكس والالعاب المتقدمه، بل كانت خروجه، تجربه اجتماعيه بتعدي بيها وانت حوالين ناس. There are games you sit down to, games you stand up to, games you poke fun at, and games that poke fun at you. صالات الاركيد لسه موجوده لحد النهارده، والخروجه لسه مستمره في كل مول وفي كل مدينه العاب تقريبا. ولكن وقتها كان مفيش بديل للمتعه اللي بتوصل لها في الاركيد. اللي اتاري عملته هي انها جابت لك تجربه الاركيد جوه البيت، ودي وقتها لو انت طفل او مراهق في سنه 1980 هتبقى الحاجه اللي انت بتحلم بيها، اركيد في البيت. لان على قد ما الاركيد كان شيء ممتع، فكل لعبه كنت عايز تلعبها كنت لازم تروح لها مشوار وتستنى دورك وتحط الكوين والوقت يخلص وتحط كوين تاني، موال. ولكن دلوقتي كل مشاكلك اتحلت. اللعبة نزل لها نسخة على الأتاري تقدر تلعبها من وانت في بيتك، وبوجود شرايط خاصة بكل لعبة. ده زي بالظبط كأنك حطيت جهاز الأركيد كله في شريط يتحط في الجيب. فكل الألعاب الأسطورية كانت تنزل الأول على الأركيد، بعد كده تروح الأتاري. فكر فيها كأن الأركيد هو السينما والأتاري هو الفيديو أو نتفليكس دلوقتي. The world's greatest arcade video games are now the world's greatest home video games. They're only from Atari. الأركيد هيقدم لأتاري أهم وأكبر نقطة تحول ليها، اللعبة اللي هتخلي مبيعات الشركة تزيد في سنة واحدة 4 أضعاف، Space Invaders. اللعبة خلت الناس تشتري أتاري مخصوص عشان تلعبها. النوع ده من الألعاب بيسمى بالكيلر أبس، وسبيس انفيدرز كانت أول كيلر أب في التاريخ.
We meet again, Fez. Yes, a little game of Space Invaders, perhaps? اللعبة كانت الأولى من نوعها في كل حاجة. أول حاجة ليفل التحدي أو الصعوبة في اللعبة كان غير مسبوق، فكانت أول لعبة الأهداف فيها كانت بتضرب عليك مش بس بتتفاداك أو بتجري منك. وفي فكرة احنا شايفينها منطقية جدا دلوقتي، ولكنها كانت أول مرة تحصل، إن الكمبيوتر يبقى أقوى وأسرع وأعنف بشكل تصاعدي مع كل مرحلة أو كل ما يعدي الوقت. دي كانت حاجة ثورية جدا أول مرة تتقدم من Space Invaders. وطبعا الكونسبت ده هيستمر في عالم الجيمنج ويبقى العرف السائد مع السنين، ولكن كالعادة في رحلتنا لازم تفتكر ابتدت منين. الموسيقى كانت عنصر كبير، فهي كانت أول لعبة الأصوات فيها تبقى ديناميكية، يعني لما اللعبة تسرع الموسيقى تسرع والتيمبو يختلف على حسب مرحلتك. Space Invaders كانت اللعبة الأولى في بديهيات كتير، مش بس الصعوبة ولا الموسيقى. كانت أول لعبة يبقى فيها فكرة الهاي سكور، مش بس حفظ السكور، لا إنك تحتفظ بأعلى سكور وتحاول تعلي عليه. طبعا لك أن تتخيل الفكرة دي عملت إيه في أول ظهورها. خلت الناس تلعب 10 أضعاف الوقت اللي كانت هتلعبه عشان بس تعدي الهاي سكور. وبسبب كل اللي قلته عن الشركة وآخرهم Space Invaders، أتاري تسيطر على أكتر من 60% من سوق الألعاب، وده كان بنهاية السبعينات. ولكن الثمانينات تيجي ومش هيجي معاها أي خير لأتاري. الألعاب جودتها ابتدت تنزل، الشكاوي ابتدت تكتر، السوق بقى فوضى، عشرات الشركات، مئات الألعاب، كلها سيئة، كلها شبه بعضها، وكلها غالية جدا. الجودة بقت مش في لستة أولويات السوق تماما. 22 new companies got into the business in a 3-month period at the end of 82. They put out an awful lot of product that was inferior. Basically just bored the players to death. أكبر مثال لتردي الجودة هيجي من الفيلم ده. E.T. واحد من أنجح أفلام هوليوود في التاريخ، نجاح غير مسبوق لنوع جديد من الأفلام. هيحصل إيه لو عملنا منه لعبة؟ أتاري دفعت 20 مليون دولار أو أكتر لحقوق اللعبة دي. هدف الشركة الوحيد كان إنهم يلحقوا ينزلوها في موسم الأعياد في نفس السنة، والناس لسه بتفكر في E.T. وما نسيتهوش. وعشان يعملوا كده كان متبقي كام شهر. أعظم لعبة أنت لعبتها خدت سنين عشان بس توصل لك. ولكن الموضوع كان مختلف في E.T. اللعبة اتعملت من غير أي نوع من التجربة ومن غير أي بروتوكولات بتتعمل قبل صدور أي لعبة كبيرة. ومش بس كده، كانت توقعات لمبيعاتها في السماء. لكن دي E.T. اللي انت شايفها دي هي اللعبة بتتوصف إنها أسوأ لعبة في التاريخ. وبصراحة أنا مش مختلف خالص مع التصنيف. إيه ده؟ لو انت مستخدم هتشتري، الإجابة هتوصل للعالم كله إنها وبدون أدنى شك لأ. سنة 1984 سوق الألعاب هيسمع اللأ دي زي الرعد في ودانه. السوق كله هينهار، انهيار يتحكي عنه في كتب التاريخ، والانهيار ده اتعرف باسم أتاري شوك أو صدمة الأتاري. Atari never got the message. What happened virtually overnight, more than 6,000 people lost their jobs. The company collapsed. الصدمة دي كانت بشعة لدرجة إن آخر لعبتين قبل الكارثة اتباع منهم نسخ قليلة جدا جدا، وما كانش فيه مكان يودوا فيه النسخ الراكدة اللي ملت المخازن. اضطرت أتاري، واسمع كويس، تدفنهم في الصحراء. الموضوع ده فضل عشرات السنين بيعامل على إنه أسطورة أو نظرية مؤامرة، لحد ما بالفعل حصل عملية حفر في المنطقة دي مخصوص عشان يعرفوا حقيقة المعلومة اللي طلعت فعلا حقيقية. Good afternoon. Today, News 13 got an exclusive look at what crews dug up in their search for video games at an Alamogordo landfill. عملية الحفر حصلت في 2014، يعني بعد 30 سنة من الانهيار ودفن اللعب. أتاري دفنت حوالي 700 ألف نسخة من ألعاب وأجهزة راكدة في 1984. دي هتفضل للأبد واحدة من أكتر النهايات الدرامية لانهيار سوق مالي في التاريخ. Thousands of copies of one of the epic flops in video gaming history were supposedly laid to rest in a New Mexico City's garbage dump. ولكن في نفس سنة الأتاري شوك، في مكان تاني خالص في الكرة الأرضية، كان عايش في عالم موازي، كوكب اليابان. سوق الألعاب الياباني كان في أفضل أوقاته، ووقت ما الأمريكان كانوا بيدفنوا اللعب في الصحراء. واحدة من الكيانات المفضلة في القناة هنا، واتكلمنا عليها قبل كده في فيديو بوكيمون، هتبقى بتنزل الجهاز اللي هيبقى مسؤول عن أغلب ذكرياتك. ده لو كنت صغير في الثمانينات والتسعينات وكمان أوائل الألفية. نينتندو فاميلي كمبيوتر اتعرف في المنطقة بكمبيوتر العائلة.
الجهاز اللي انت ما تعرفش انه صنع ذكرياتك اللي انت بتنسبها لاتاري. عشان كده قلت لك حكايه الاجهزه هتخليك تقدر كل الذكريات اكتر بكتير، والاهم من كل ده صناع الذكريات. الفاميلي كمبيوتر أو الفاميكوم كان يصنع المعجزات في اليابان، حينما كانت أمريكا في فقدان أمل تام من ناحية أي حاجة اسمها فيديو جيم منزلي. والجاب أو الفراغ الكبير اللي حصل في السوق الأمريكي خلى العملاق الياباني يبص لها كفرصة تاريخية للسيطرة على السوق ده. ولكن الأمر مش بسهولة إنك بس تروح أمريكا، السوق هناك ما انهارش من فراغ. الناس بقت مش عايزة أي حاجة ليها علاقة بكونسول جديد ولا لعب ولا شرايط، وحتى المحلات مش هترضى توزع أجهزتك بسهولة. إحنا في 1985، فات سنة واحدة على الانهيار. تعمل ايه نينتندو؟ تغير كل حاجة. شكل الجهاز غيره تماما. اصل الفاميكوم الاصلي كان قريب لكونسولات السبعينات والثمانينات اللي ضايقت الناس، فنغير شكله عشان يبقى شبه جهاز تاني الناس بتحبه وبتشتريه في بيوتها زي جهاز الفيديو. دي فرصة اقول لك اننا اتكلمنا بالتفصيل عن ذكريات الفيديو وشرايط الفيديو، ما تنساش تروح تشوف. وده الجهاز اللي نسخة الفاميكوم الأمريكية الNES هتبقى شبهه. زود جودة الألعاب واعمل اشتراطات قاسية لأي ديفلوبر أو أي شركة هتتعامل معاك، وسميها نينتندو سيل اوف كواليتي، علامة جودة نينتندو. ده ما كانش ستيكر دعائي ولا شكل بس، ده كان وعد للجمهور: اشتري لعبتنا، احنا مش زي اتاري، ولو اللعبة ما عليهاش العلامة دي تبقى بتشتري لعبة مضروبة. اتاري كان هدفها تجيب ألعاب الأركيد البيت، دي حقيقة، ولكن نينتندو كان هدفها تجيب جودة ألعاب الأركيد البيت. هناك فرق شاسع. اتاري جابت باكمان البيت، بس جابته على الله حكايته. نينتندو خلت هدفها هو جودة الأركيد مش بس تايتل اللعبة. التركيز على الجودة كان بطريقة ما حصلتش قبل كده من أي شركة في السوق ده، اللي كان آخر همهم الجودة لحد ما جابوا ظرافها. وأخيرا نينتندو تسيطر على السوق الأمريكي، تصحيه من الكومة وترجع الجيمنج للعالم للأبد. Its high-tech, high-profit products accounted for over 70% of all home video game sales in 1987. وبالشكل ده تبدأ نينتندو ولوحدها الجيل الثالث للكونسول، وتبقى سبب مباشر وغير مباشر لكل لعبة انت لعبتها في حياتك لحد دلوقتي، لأن من غيرها السوق ما كانش هيصحى لسنين قدام، وكله بسبب الجهاز ده صانع الذكريات. Only from Nintendo. Now you're playing with power. بخلاف الجودة اللي اتكلمنا عليها، بالنسبة لك كمستخدم تجربة نينتندو هتختلف كليا عن تجربة اتاري. مش هيبقى فيها ألعاب تجريدية أهم حاجة فيها الأربع اتجاهات والزرار. بعد سنين من الطيارة اللي مش طيارة، اللي بتضرب على الكواكب اللي مش كواكب، هيبقى فيه قصص، شخصيات بحكايات بمستويات للعبة، بنهاية للعبة دي. ألعاب أتاري كانت ليفل واحد طويل بتلعبها عشان مش قادر توقف. أحب أسميها الدوبامين البدائي، لأن الطريقة اللي بتحصل بيها على الدوبامين هنا بدائية جدا. اضرب الشكل علي السكور، اضرب الشكل علي السكور. ألعاب نينتندو هي أول نسخة للألعاب اللي انت بتلعبها دلوقتي، بستوري لاين وشخصيات معروفة ليها قصة وخلفية، وكمان نهاية واضحة للقصة دي انت محتاج تعرفها، فعايز تنهي اللعبة مهما كلفك الأمر من ساعات وأيام وليالي. وده الدوبامين المتطور. وكل شيء في الNES أو الفاميكوم كان متطور جدا بالنسبة للأتاري. فالجويستيك أو الدراع اللي انت بتستخدمه حاليا في الأجهزة الحديثة أول نسخة ليه كانت من الفاميكوم، اللي زي ما انت شايف كان متطور جدا عن العصاية بتاعت الأتاري، اللي أنا قلت ممتعة ولكنها كانت مرهقة جدا وتوجع الكتف. فغير ان هي مقارنة بعصاية الاتاري مريحة جدا، كانوا عايزين يعملوا لوحة تحكم مختلفة ليها استخدامات تانية غير انها بس تبقى شبه الاركيد. وبعد كل المجهود الخرافي في اعادة صياغة سوق الالعاب الامريكي بالكامل، نينتندو فضلت تحلق لوحدها في سماء سوق الالعاب في العالم. ولكن ده ما طولش، ما كانش حد غلب، المنافسة دايما مسألة وقت. وفعلا تاني جهاز جماهيري في الجيل الثالث يجي من عملاق ياباني تاني، سيجا. سيجا ماستر سيستم كان أشرس منافس للNES، بس نينتندو كانت عاملة تعاقدات حصرية مع مطورين ألعاب كتير، وكمان واخدة اسم وسمعة بشكل غير مسبوق في السوق الأمريكي. فسيجا قالت تمام وراحت تنافس في كل سوق تاني غير الأمريكي. وطاحت بنينتندو في أسواق كتير زي أوروبا والبرازيل وحتى الشرق الأوسط هنا.
بقول لك هتعبك. أسواق كبيرة. ولكن في 89 في وداع للثمانينات شركة هاتسون هتطور جهاز اسمه تيربو جرافيكس 16. الجهاز ده هيفشل، بس سيبك من نجاحه أو فشله، الجهاز ده هيغير ملامح السوق، وكل ده بسبب ال 16 اللي في اسمه. TurboGrafx 16, the higher energy video game system. الجهاز ده هيكون سبب نقلة السوق التاريخية من ال 8 بت لل 16. لملاحظة الفرق بس، ده ال 8 بت وده ال 16. لك أن تتخيل النقلة دي في 89 كانت عاملة إزاي. وكمان فكرة إن شركة تالتة خالص تعمل جهاز زي ده رعبت سيجا ونينتندو. ده معناه إن الجيل الرابع للكونسول جه على غفلة والعملاقين مش واخدين بالهم. ولكن دي كانت فرصة سيجا لأول مرة إنها تتقدم وتعلم على نينتندو. وبالفعل في 89 سيجا سبقت في المواكبة وجابت الجهاز اللي لو أنت كبرت في التسعينات أكيد شفته، السيجا ميجا درايف، وكان اسمه في بعض الأماكن سيجا جينيسيس. وبسبب فشل التيربو جرافيكس 16 نقدر نقول إن الميجا درايف هو فعليا اللي عمل النقلة من ال8 لل16 على الأقل بالنسبة للمستخدمين. ومع نزوله هتبقى بداية ما عرف بحرب الكونسول في التسعينات. Wow, it is a war out there. A world once dominated by Nintendo is challenged by Sega. الحرب اللي هتغير مسار الفيديو جيم مرة كمان في تاريخ حافل بمحطات التحول. This year Nintendo may be up against some serious competition. واحنا دلوقتي في سنة 90 والأول مرة نينتندو تبقى العنصر المتأخر، وده كان شيء مهين جدا جدا لنينتندو لدرجة ان شعار جهاز سيجا الجديد كان لعبة على كلمة نينتندو، نينتندو وخلوها نينتندونت، يعني من الآخر نينتندو مش قادرة تعمل اللي احنا بنعمله. تخيل العملاق الياباني اللي أنقذ السوق من الأتاري شوك وسيطر لوحده قرب ال5 سنين بيتهزق بالشكل ده. نينتندو جت متأخر، ولكن في 91 هتنزل أنجح جهاز ليها في التاريخ، السوبر نينتندو. Introducing the next generation from Nintendo. بس استنى، أنا بقول أنجح جهاز ليها في التاريخ باعتبار ما سوف يكون، بحرق لك الأحداث يعني، إنما اللي حصل في الأول ما كانش كده خالص. سيجا ما كانتش بتهزر، غير إنها كسبت 2.5 سنين بحالهم منفردة بسوق ال 16 بت، ففي سنة نزول السوبر نينتندو سيجا نزلت حاجة في غاية الأهمية. عايزك تعرف نينتندو كان عندها ماريو، ده كان ماسكوت أو رمز الشركة، وده كان عنصر لا يقدر بثمن. ماريو ماريو He's back. All you had to do was ask. سيجا بقى ما كانش عندها أي رمز، وشركة بلا رمز سهل جدا تتنسي من أذهان الناس لو حصل أي تغير في السوق أو جالها منافسة جديدة، ودي كانت أزمة. ولكن بعد شغل سنين ومراهنة كبيرة قوي تنزل سيجا سنة 91 برمزها اللي هيكسب كل الرهانات، سونيك. احنا اكيد هنتكلم عن اللعبتين، التقيل جاي، ولكن دلوقتي مهم نعرف ان محدش بقى احسن من حد. زي ما انت عندك ماريو احنا عندنا سونيك. سيجا كانت مصرة تكسب كل منافسة حتى منافسة الرموز، ولكن كان في حاجة غريبة جدا، نينتندو ما بتعملش حاجة خالص. سيجا بتضرب من كل الاتجاهات، ونينتندو الشركة ما عملتش أي حاجة من دي لأنها كانت مشغولة بحاجة أهم بكتير، تطوير الألعاب. It says technology's only one thing. First and foremost, it's games. It's always games. It's like opening up a new movie theater that's got 16 stereophonic sound. If you don't have any fun movies to watch, who's gonna go? البداية المتأخرة والاكتساح المبدئي لسيجا كان بيلعب على الاستحواذ على السوق في أسرع وقت، ولكن في الخلفية نينتندو كانت بتجهز كتالوج ألعاب مفيش أي تكنولوجيا بتلمع ولا حملة إعلانية ممكن تعوضه. Give yourself a thrill with the new Home Alone 2 Super Nintendo video game, also available for your Game Boy and Nintendo Entertainment System. لعبة واحدة غيرت موازين حرب الكونسول. اللعبة دي كانت أشهر لعبة قتالية في الأركيد، أحسنهم جرافيكس وأكترهم تطور، وكمان أصواتها من العلامات. بتكلم على ستريت فايتر. فكرة إنها تبقى عندك في البيت ده كان حلم بعيد عن الخيال وقتها. The idea of having Street Fighter 2 at home seemed impossible, and for it to play anything like the arcade played seemed so far
beyond the realm of possibility. واللعبة أول ما نزلت على سوبر نينتندو، وده كان كفاية يقلب موازين المنافسة تماما وترجع نينتندو في الصدارة. اللعبة لاحقا نزلت على الميجا درايف، ولكن كان بعد ما شبعت منها نينتندو. الألعاب القتالية كانت جزء لا يتجزأ من حرب الكونسول، فبجانب ستريت فايتر كان في مورتال كومبات كانت دموية جدا، وشعبيتها في الأركيد لا تقل شيء عن ستريت فايتر، ونزلت من الأركيد على كل أجهزة الكونسول في يوم واحد اتسمى مورتال مانداي، وده كان حدث من علامات تاريخ الجيمنج. الألعاب دي كانت سبب نقاش مجتمعي كبير وصل للكونجرس الأمريكي، وده كان بسبب العنف اللي كان جديد جدا على عالم الفيديو جيمز. Instead of enriching a child's mind, these games teach a child to enjoy inflicting torture. وده أدى لنظام الريتنج أو التصنيف العمري اللي انت بتشوفه على الألعاب، عشان يبقى تغيير جذري تاني هيحصل بسبب الحرب دي. ولكن ثانية واحدة، كل الأجهزة دي وكل الأسواق دي إحنا فين من كل ده؟ نرجع لمصر والمنطقة. الأجهزة دي كانت متاحة بشكل واسع جدا في دول الخليج، مرتفعة السعر طبعا، ولكن أرخص من مصر. يملأه كمبيوتر. لو انت من مواطنين او مقيمين دول التعاون، يا ريت تقول لنا اول جهاز ليك كان ايه وجبته منين. في مصر الاجهزه دي كان لازم تشتريها فقط من السلاسل المشهوره من محلات الالعاب والالكترونيات، والا تبقى بتغامر بفلوسك بجهاز مضروب هيبوظ منك الشهر الجاي. ده خلينا نتكلم عن الفامي كلونز، وهي عباره عن اجهزه مضروبه طبق الاصل من الاجهزه دي كلها، غزت الاسواق العالميه بشكل غير طبيعي. تقدر تخمن من الاسم ان اول واكتر جهاز عانى مع الكلونز كان الفامي كوم من نينتندو. لو ما اشتريتش من محل موثوق انت 90% بتشتري تقليد. ليكو هاد العاب للاولاد، العاب العائلات، والمزه واليهزه الالعاب فيها لذاذه. وطبعا في ناس كانت بتروح للتقليد مخصوص عشان ارخص، ولاحظ هنا اني قلت ارخص مش رخيص لانه كان غالي برضه. والكارثه بقى ان بعد ما بتدفع فلوس كتير فيه كان يا اما بيتحرق يا الدراع بيتكسر في اقل من شهر، وتبقى ضاعت عليك فلوسك. قولوا للي اكل الحرام يخاف. في مصر بقى لازم نفتكر محل بعينه راعي التكنولوجيا الأصلية كلها الجيل الطيبين، رضوان العجيل. وعندما اجتمع الذوق والأصالة كان الامتداد رضوان العجيل. كانت أشهر كلمة وقتها على أي تكنولوجيا جديدة، ضمان العجيل. أنت فاكرني جبته من أي حتة؟ ده أنا جايبه من العجيل. وأتينا إليكم بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في عالم الأجهزة المنزلية والأجهزة السمعية والبصرية. وفي أول نزول أي تكنولوجيا جديدة كان بيبقى فيه ضغط كبير والجهاز بالحجز، بتدفع وتاخد إيصال وتيجي بعد أسبوع تستلم جهازك السحري سواء أتاري أو موبايل أو غيره. ولكن العجيل ما كانش الوحيد، بس أي سلسلة كبيرة من محلات الألعاب كانت برضه بتبيع الأجهزة دي ومضمونة. ألعب طول الساعات، تجري معايا الأوقات، تمر الأجازات، آخر لذات. سيجا تشغلك أيام. سعر وتوافر الأجهزة دي كانت مشكلة كبيرة محتاجة حل لعوام الناس اللي معهمش المبالغ دي يصرفوها على لعب، بس برضه عايزين يلعبوا. نعمل إيه؟ إحنا دلوقتي في منتصف التسعينات، هيجي جهاز صيني معين يحل مشكلة السعر للأبد ويغرق السوق بأسعار زهيدة. أقدم لك الأتاري كيبورد. اسمه في السوق العالمي كان سوبور، بس احنا هنقول عليه الاتاري كيبورد او الاتاري كمبيوتر. كل حاجه عن اتاري كيبورد ده كانت عشوائيه للغايه، وكل حاجه كانت مجهوله المصدر بالنسبه لنا بالمعنى الحرفي، لا نعرف اسمه ايه ولا ماركته ايه ولا جه منين، بس احنا عارفين ان ده الاتاري كيبورد وده اللي عليه اللعب. وبسبب سعره الزهيد وتوافره في كل ركن في البلد تعايشنا مع مشاكله، بل حبيناها كمان. كان مثلا يبيع لك شريط عليه 500 لعبه، تفتحه تلاقي 50 لعبه، اول ما يخلصوا يتعادوا تاني. تشتري شريط عليه صور اهم 4 العاب انت نفسك فيهم، تفتحه تلاقي نفس ال 50 لعبه والاربع العاب اللي انت كنت عايزهم مالهمش اي اثر. اسبوعين والكيبورد ما يشتغلش ويعطى وتجيب غيره، لدرجه ان كان دارج جدا تخش اي بيت فيه اطفال تلاقي بتاع 4 كيبوردات متكومين فوق بعض مكسرين حتى يرموهم. كميه عشوائيه غير طبيعيه، وكانت عشوائيه قمة العظمة. لو عاد بيا الزمن هجيب 5 كيبورد اتاري واكومهم فوق بعض وهلعب نفس ال 50 لعبة بدون ادنى ملل او شكوى. الاتاري كيبورد كان كل العابه 8 بت فقط، يعني العاب السيجا ماستر سيستم والفامي كوم. يعني المفاجأة الحقيقية ان كل ذكرياتك في التسعينات وكمان اوائل الالفية كانت فعليا العاب الثمانينات. عايز تلعب الالعاب الجديده؟ اشتري لك الجهاز الاصلي من العجيل، معكش روح العب حرامي السكر زيك زي زمايلك.
المهم نرجع للسبور أو الكيبورد. فهذا الشيء مش المفروض يكون أتاري، مش المفروض يكون جهاز ألعاب، المفروض يكون جهاز تعليمي ببرامج انتراكتيف لتعليم الأطفال ومعاه أوبشن الجيمز. طبعا لما تدي للأطفال كيبورد تعليمي عليه جيمز، يعني اديت للأطفال كيبورد عليه جيمز. وده كان مقصود مش صدفة. الأهالي في الصين كانت بتكره الكونسولز جدا، كل اللي احنا اتكلمنا عليه ده بيكرهوه كره العمى، وده عشان كانت بتشتت أبنائهم عن التعليم. الأهالي كانت بتكرهها جدا لدرجة إن البلد كلها هتمنعها من سنة 2000 ل 2015، 15 سنة. 15-year ban on video game consoles. China imposed the ban over concerns that children would waste too much time playing games. بس قبل المنع ده كان ممكن تبيع كونسول ألعاب عادي، بس الأهالي مش هتشتري. إنما لو عملته على شكل كيبورد وحطيت لك برنامج تعليمي ولا 2، بمنتهى السهولة الأهالي ممكن تصدقك، خصوصا بقى لو جبت جاكي شان يعمل لك إعلان. الخطة نجحت والجهاز انتشر جدا في الصين، وكعادتها شافت فرصة رائعة للتصدير. ومن الصين وتايوان ينجح هذا الأتاري المتخفي إنه يغزو أسواق الشرق الأوسط بالكامل ويحل مشكلة توفير بديل رخيص للأجهزة الياباني الأصلي. في بعض الدول الكيبورد كان اسمه ملك النمور الذهبي. في مصر كنت بتروح تقول له عايز أتاري كمبيوتر أو أتاري كيبورد. المهم الجهاز حل مشكلة وبقينا نعرف نلعب ألعاب كتير من الثمانينات 8 بت. بس هنتبطل عن النعمة ولا انت عايز ايه بالظبط؟ ما ده اللي في ايدينا. افتكر ان قبل الاتاري الكيبورد اللعب اللي من الثمانينات دي الاغلبية الكاسحة ما لعبتهاش قبل كده تماما، لان الاجهزة ما كانش سهل التحصل عليها، وفضلت كده طول السنين دي. فكل الالعاب اللي قدامك اللي عاف عليها الزمن دي كانت العاب جديدة لانج لينا اول مرة نشوفها، والالعاب دي تبقى احلى ذكريات في الكون. حكاية الألعاب دي بذكرياتهم وتفاصيلهم وأصواتهم ما ينفعش تتقال مع أي حكاية تانية، فعلا حكاية لوحدها. عشان كده لازم تستنونا في الجزء التاني اللي هيفكرك بأحلى أيام في حياتك، أو لو ما عشتهاش هيوريك الجيل اللي قبلك كان بيلعب إزاي وبيلعب إيه. ما تنساش الاشتراك عشان ما يفوتكش الجزء التاني، وعشان اشتراكك أكبر دعم لينا إننا نستمر ونكمل. الذكريات ما بتخلصش واللي جاي أحلى. أراكم على خير.